اسمك ايه؟ احمد هاني السيد علي صون. ايه اللي حصل بقى يا احمد معاك؟ انا واخويا كنا قاعدين على زلط، فايه بنشوف مين اللي هيكسر الزلط اللقطه، فمعايا زلطه كبيره بحدف على الزلط، قامت جايه الزلطه دي مكسوره ونصها ده طاير عليا. وبعدين؟ فقمت جاي ماسكها ولقيت شكلها حلو ده، قمت جاي واخدها بديها لابويا. ابويا لقى مكتوب عليها كلمه الله، الكعبه والطواف، فاخدناه. بعد كده ايه اللي حصل؟ خدناه وصورناه ونزلناه. يعني في حد من البلد شافها يعني قال لك حاجه وكده؟ لا. احتفالات بقى. احتفالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاني السيد صالح من قرية مبول مركز بنها القليوبية، موظف بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية. من خلال السنوات اللي أنا مريت بيها شفت ظواهر كونية جميلة جدا، وكان آخرها الحمد لله من أسبوع ابني أحمد في الصف الخامس الابتدائي بيلعب على كوم زلط، أصر إن هو يكسر زلطة اتقسمت معاه نصين. لقيته بيجري ليا قال لي يا بابا الزلطة دي فيها حاجة جميلة، أو قال لي هي يا بابا. المهم لما شفتها لقيت عليها مكتوب عليها لفظ الجلالة اللي هو الله، زي ما انتوا شايفين كده، والدوران لفظ الجلالة فوق هو الله، والدوران اللي هو تحتيه الدوران دوت انا خدتها وريتها العالم، قال لي الدوران ده هو عبارة عن طواف الكعبة، والشيء اللي هو في النص ده هي صورة لبيت الله الحرام. وديت مش اول ولا اخر حاجة من لفظ الجلالة نشوفها من الدلائل الكونية اللي هي موجودة، ولحد يوم القيامة ان شاء الله هنشوف اكتر واكتر. 2006 الموقف اللي انا مريت بيه انا متحفظ بيه شخصيا، لاني انا من 2006 لحد النهارده في خير ما بعده خير بعد وفاة الاب والام. من سنة 2000 انا مش عايز افصح عنها، معلش انا متحفظ بيها. موضوع حصل لي كده سنة 2006، أثر لي شيء في جسمي نتج عنه إني عروق إيدي اليمنى لا نور يعني.